لحياة طيبة. أعلنت إدارة مستشفى الوفاق القطري بالولاية الشمالية اكتمال استعداداتها لاستضافة المخيم العلاجي الجراحي المجاني مطلع يوليو المقبل بالتعاون مع وزارة الصحة ورابطة الأطباء السودانيين بدولة قطر. ويشمل المخيم تخصصات المسالك البولية والجهاز الهضمي إلى جانب تقديم خدمات العيادات المجانية وسط توقعات بتحقيق فوائد صحية واسعة للمواطنين بالولاية. التفاصيل في التقرير التالي. هنا في مستشفى الوفاق القطري بالولاية الشمالية بدأت الترتيبات مبكرا لاستضافة المخيم الجراحي المجاني مطلع يوليو المقبل في تخصصات مناظير الجهاز الهضمي والمسالك البولية والعيادات المجانية الأخرى. ويهدف المخيم إلى تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متخصصة بواسطة فريق طبي مؤهل وبأحدث الأجهزة والمعدات. احنا في المستشفى جاهزين لاستقبال المخيم المقام إن شاء الله في شهر 7 بحضور نخبة من الأطباء من داخل السودان وخارج السودان من دولة قطر. إن شاء الله بإذن الله تعالى حيكون المخيم حيتضمن عيادات مجانية تماما، عمليات عن المسالك البولية وعمليات المناظير الهضمية. المخيم يشمل عيادات مجانية، عمليات مجانية للمسالك البولية، عمليات مجانية للمناظير، مناظير الجهاز الهضمي. رغم ظروف الحرب وتداعياتها إلا أن مستشفى الوفاق القطري بمنطقة تنقسي ظل يقدم خدمات طبية ورعاية صحية متميزة إلى جانب إدخال أحدث الأجهزة والمعدات الطبية. وأصبح قسم العمليات الجراحية قبلة لإجراء العمليات حتى المعقدة منها بصورة دورية بواسطة خبراء ومختصين. كل المستلزمات والمعينات التي يمكن أن تساعدنا في إجراء العمليات النوعية والعمليات الدقيقة، والحمد لله عمليات كانت كلها ناجحة والحمد لله. جاهزية استضافة المخيم العلاجي في مستشفى الوفاق القطري لا يمكن حصرها في قسم العمليات الجراحية فقط، فالمستشفى منذ زمن بعيد أصبح قبلة للكثيرين من جميع أنحاء البلاد طلبا للعلاج، وهي إمكانيات أسهمت وبشكل كبير في توفير نفقات السفر طلبا للعلاج خارج البلاد. غرفة العملية مجهزة بأحدث الأجهزة، والحاجة الكويسة إنه عندنا العناية المكثفة جاهزة 24 ساعة، عندنا بنك الدم جاهز، فما بتنقص حاجة المستشفى أبدا إنه يتقام فيها يعني مخيم عمليات كبيرة، عمليات معقدة. عندنا غرفة العملية، عندنا 3 غرف في العملية جاهزة جدا بكل الستات الجراحية. ويقول خبراء ومختصون إن المخيم العلاجي الجراحي المجاني الذي سيستضيفه مستشفى الوفاق القطري سيحقق نجاحا كبيرا في ظل تطور ملحوظ على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى. فالمستشفى أجريت فيه عمليات جراحية معقدة بنسبة نجاح عالية. المخيم جاء في الحتة المناسبة له، لأنه دي الحتة يعني أساسا مؤهلة جدا من ناحية كادر، من ناحية إمكانات، من ناحية غرف بتاعت عمليات. بعدين يعني مشكلة وبس، يعني غير الكادر والأدوية والمكانات بتاعت التخدير الجاهزة، عندنا يعني عناية مكثفة. يعني مثلا المريض لا قدر الله يحتاج لعناية بعد العملية، عندنا العناية. يأتي المخيم الجراحي المجاني في إطار المجهودات الكبيرة التي يقوم بها مستشفى الوفاق القطري بالتعاون مع وزارة الصحة بالولاية الشمالية ورابطة الأطباء السودانيين بدولة قطر، تحقيقا للرضا المطلوب وخدمة للإنسان وتعزيزا لبرامج المسؤولية المجتمعية.
هذا وقد نظم بمخيم أزهر المبارك للنازحين بمنطقة العفاض يوم علاجي مجاني استعدادا للحدث الأبرز مطلع يوليو المقبل.